ادي المقاطعه اللي انا عملتها للبيض. قطعت البيض وقطعت ان انا اشتري بيض، قلت اعمل زي الناس علشان خاطر البيض غلي، وصلت الكرتونه 80 جنيه، ولكن لما قطعت البيض لا، البيض كمان وصل دلوقتي ل 120 جنيه. ولكن تعالى شوف بقى حصل ايه معايا لما انا قطعت البيض عن العصافير. نتابع الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال شوف حصل معايا ايه علشان خاطر انا ما اشتريتش بيض يعني بقالي مدة. فحصل ان العصافير عندي البيض بتاعها طلع رايق. عملت مقاطعة للبيض، قلت عشان خاطر اعمل زي الناس وما اشتريش بيض عشان خاطر الغلاء اللي احنا فيه، وكانت الكرتونه ب 80 جنيه، وقلت لا مش هشتري طبعا واعمل زي الناس عشان نقطع البيض. ولكن للاسف ده البيض غلي كمان ووصل النهارده ل 120 جنيه اللي كان ب 80 جنيه. فما اشتريتش بيض وبقيت اديهم حاجات تانية محفزه غير البيض. كنت بديهم جرجير، بديهم برسيم، بديهم زنجبيل، تمام، كنت بحط سيلينيوم في الميه. ولكن للاسف كل ده معوضش عن البيض، البروتين اللي موجود في البيض. هنا انا عامل الفيديو ده عشان اعرف حضراتكم واقول لكم على اهميه البيض للعصافير. انك تقدم بيض مسلوق للعصافير ده مهم جدا جدا، بيمده بالبروتين، وهو ده اللي بيخلي صح الذكر يخصب الانثى والبيض يطلع مخصب. ودي حصلت معايا مرتين متتاليتين، ان ورا بعض البيض يطلع رايق. والله النهارده رامي 5 بيضات روز للعصافير الروز الاورنج البينو، كلهم والله رايقين بعد ما رقدوا عليهم اكتر من، يعني انا كان عندي امل وقعدت اكشف عليهم كذا مره، قعدوا مده 15 يوم رايقين، والاخر طبعا رميتهم عشان خاطر ما ضيعش وقت. نفس الكلام بالنسبه للكوكتيل اللاتيني، والله نفس الكلام بالظبط. البيض برضو طلع رايق نتيجه اني ما قدمت لهمش بيض، وكنت بقدم حاجات تانية غير البيض. بوريك انك مهما تقدم اي مأكولات تانية غير البيض المسلوق للعصافير، بجانب طبعا البركم والفراس اللي احنا بنقدمهم للعصافير، وجانب القمح المنقوع والكلام ده كله اللي بقعد اعمل عنه فيديوهات، الا ان البيض اهميته بتخليه البيض اللي هم بيبيضوه بيطلع رايق. وده اللي حصل معايا والله مرتين. نفس الكلام بالظبط اهو في الكوكتيل، البيض بتاعه بيطلع رايق، وبيبقى العصفور مش مظبوط معاك على فكره. بتبص تلاقي العصفور هفتان رايح جاي على طول يصوصولك. اول ما تخش البلكونه كده تلاقي رايح جاي عليك يصوصولك زي ما بيكون بيطلب منك، بيقول لك انا عايز بيض. والله سبحان الله مهما اقدم له من اكل ابص الاقي رايح جاي في القفص كده هفتان عايز ياكل بيض. اول ما تحط له البيض المسلوق بيرتاح. فطبعا دي الحركة او الحاجة اللي علمتني صح ان انا لازم دايما اقدم البيض مهما غلي. اقسم بالله ده مهما غلي البيض. طبعا انا ممكن انا ماكلوش، ممكن احنا صح ما ناكلوش ونقاطعه، لكن بالنسبة للعصافير ذنبها ايه ان انا ما ادهمش بيض. ده الغلطة اللي حصلت مني، ان انا قلت هعوضهم بدل البيض حاجات تانية، لكن ما نفعش. لا ما نفعش. ما تخليش حد يخدعك يقول لك البيض مش مهم للعصافير. لا بالعكس، البيض المسلوق مهم جدا جدا للعصافير، وكمان مهم قوي في فترة التحضير لما يبقى عندك زغاليل والام بترضع، ده لازم تكون بتديهم بيض. تمام. يبقى انا النهارده اتكلمت مع حضراتكم الفتره اللي بيلقط فيها العصافير على البيض بالنسبه للبادجي، وبالنسبه للكوكتيل بيلقط 18 يوم ل 21 يوم. اما بالنسبه للرز بيرقد 24 يوم على البيض. بالنسبه للزبره 14 يوم. بالنسبه لليمام الماسي برضو 14 يوم. بشكركم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. كان معكم اخوكم احمد عاطف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.